السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم أمين يا رب العالمين. موضوعنا النهاردة إيه الانتقام اللي يعافيك من النرجسي، اللي يشفيك من النرجسي، اللي يخلي حياتك بردا وسلاما وسكينة كده وتبقي حاسه ان مش حاسه بالضغط العصبي اللي انت عايشاه مع النرجسي. يا ترى ايه نوعيه الانتقام دي؟ تمام، زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، وما تنسوش فقرة الأسئلة والأجوبة في المنتدى والمقالات على صفحة الفيسبوك، ويا رب أكون دايما عند حسن ظنكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا حياتك مع النرجسي بتخليكي في حلقة مفرغة، دايما خايفة من المستقبل، عايشة في رعب وخوف من المستقبل وحزينة على الماضي. علشان تطلعي من الدايرة المفرغة دي وتشوفي نفسك وتحسي بنفسك فعلا، لازم تغيري معطيات حياتك، لازم تغيري معطيات الحياة اللي النرجسي حطك فيها، وبالتالي هتغيري نظرتك للمستقبل، وبالتالي هتلاقي نفسك واحدة تانية خالص. طيب هنغير معطيات الحياة اللي احنا فيها دي ازاي؟ انك انت ترفعي من قيمتك. هترفعي من قيمتك عن طريق ايه؟ عن طريق انك انت اما بتتعلمي حاجة جديدة، او انك انت بتساعدي المحتاجين، او انك انت بتطوري في نفسك، او انك انت كل ما هتعلي قيمتك كل ما الناس اللي حواليكي هيقدروكي، ولما يقدروكي انت هتحسي بارتفاع قيمتك. وحاجة من الاتنين، التقدير المجتمع ليكي حاجة من الاتنين، اما هيبقى في صورة اعجاب وشكر وامتنان ليكي، الله اكبر، امتنان واعجاب بيكي، اما ان المجتمع ده هيحول اعجابه لحالة مادية، يديكي حاجات مادية وفلوس على القيمة اللي انت بتديها للمجتمع. وبكده تكوني قدرتي انك انت تطلعي من الحلقة المفرغة اللي النرجسي دايما بيحطك فيها. تمام؟ النرجسي لما هيشوف التغيير اللي حصل لك، وانك انت بقيتي حاسه انك انت بتقدمي قيمه، او حاسه بارتفاع قيمتك في المجتمع، هيخاف، هيرضيكي، هتلاقيه حاجه تانية خالص، هتلاقيه واحد تاني خالص بيعمل لك كل اللي انت عايزاه. بعدين بيعمل لك كل اللي انت عايزاه، ما تشغليش بالك بقى بالنرجسي، ما تقعديش بقى تساليه انت رحت فين وجيت منين واخبارك ايه وكلمني وقول لي وعامل لي صمت عقابي. خليه يعمل لك صمت عقابي. صمت العقابي ده فتره ممتازه انك انت تركزي فيها في نفسك وتطوري نفسك، وتقدري انك انت تقفي على رجلك ماديا ونفسيا وتفك تعلقك بيه. كل ده في فترة الصمت العقابي. هتاخدي ايه من الكلام معاه غير الطاقة السلبية؟ هتاخدي ايه من الكلام معاه غير التعب النفسي اللي بيدمرك وبيرجعك ورا عشرات الخطوات للخلف؟ تمام؟ فحاولي انك انت خرجي النرجسي خالص من دماغك، حاولي انك انت ما تحطهوش اصلا في دماغك خالص. خلاص؟ وبالتالي نتيجة كل اللي انت فيه ده هتحسي بايه؟ هتحسي ان فترات البكاء اللي بينك وبين نفسك، فترات الألم النفسي، فترات العزلة اللي انت بتبقي فيها ابتدت تخف. ما بقيتيش تعيطي كتير زي الأول، ما بقيتيش حساسة من ناحية النرجسي زي الأول. كان كل حاجة على طول تعيطي، كان كل حاجة على طول تتضايقي. خلاص؟ كمان هتلاقي نفسك بتفرحي لغضبه، يعني هتلاقي نفسك بتفرحي لغضبه وبتزعلي لسعادته. يعني ما تشوفيه سعيد خلاص انت متضايقه وزعلانه انه سعيد، وتشوفيه غضبان انت مبسوطه وحاسه بالانتصار انه انه غضبان. فالموضوع هيختلف معاكي كما وكيفا. المهم تدعمي بداخلك انك انت تستحقي. انا استحق ان انا ارفع قيمتي. خلاص؟ انا استحق ان الناس تقدرني، انا استحق ان الناس تحترمني. خلاص؟ وبالتالي مرة على التانية على التالتة، ده تدريب يا جماعة. ما ينفعش انك انت تعملي كل ده وفي النهاية ما يبقاش عندك فك تعلق بالنرجسي. لا، ده اسهل طريق لفك التعلق بالنرجسي ان انت ترفعي قيمة نفسك في المجتمع.
خلاص هتلاقي نفسك بتفكي تعلقك بالنرجسي، وفي نفس الوقت انت بتحققي استقلال مادي عنه، وبالتالي الدنيا بتبتدي انها تتضح قصادك، الدنيا بتبتدي تظبط معاكي. بس الموضوع محتاج منك انك تؤمني اولا بان الله قادر على كل شيء، ده اساسي. تؤمني بقدراتك ومهاراتك في تغيير نفسك، انك انت كل ما هتطوري قدراتك ومهاراتك كل ما هتقدري على التغيير للافضل والافضل، سواء في نفسك سواء في اولادك. وكل تغيير هتعمليه هيرعب النرجسي منك اكتر. تمام. كمان اخر انتقام معانا هو عدم اعطاء النرجسي اي وقود. بس انصحك ان النقطة دي ما تنفذيهاش الا لما تكوني على الاقل في استقلال مادي، وابتديتي ان انت بقت معظم طلباتك تقدري انك انت اللي تجيبيها، وقادرة انك انت تعيشي اصلا ماديا من غير فلوس النرجسي. لانك ما ينفعش انك انت ما تديش النرجسي وقود خالص وانت لسه محتاجه المصاريف، وانت لسه محتاجه المصاريف بيت او مصاريف اولاد. ما ينفعش القصه دي خالص. تمام. كمان ما تقعديش في المكان اللي النرجسي قاعد فيه، يعني تسيبيه لوحده، تسيبيه، تحسسيه انك انت مش مهتمه بمجالسته، مش مهتمه انك انت تسمعي منه كلام، او انك انت تحاوريه، او انك انت تخشي معاه في قعده اسريه كده يملأها الحب والمشاعر. لا، خلاص. النقطتين دول ما تنفذيهمش الا لما يكون عندك استقلال مادي، وخلاص ابتديتي انك انت بالفعل تقفي على رجلك، وما بقيتيش محتاجه لفلوس النرجسي ولا البيت النرجسي. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب أكون قدرت أشرح النقاط السابق ذكرها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.